مقابلة الإعلامي بيرس مورغان مع اللاعب ألكسندر زينشينكو. طبعا أنا ما ألوم اللاعب يعاني فعلا، بلده وأهله وأسرته وناسه هناك ينقتلون، خايفين على حياتهم وعلى بلدهم وعلى مستقبلهم، مستقبل مجهول. أنا ما أرضى بقتل أي شخص بريء أو أن تأذي أي نفس مع هذا الذنب، لكن بنفس الوقت في دبل ستاندرد، في معايير مزدوجة، في تناقضات، contradictions واضح. يعني ان الاعلام اذا حب يسلط الضوء على شيء اعطاه حقه، مع ان في قضايا اهم واقدم مثل قضية مثلا فلسطين، او لما اوزيل يتكلم عن معاناة المسلمين بالصين ما حد لقى له، بالعكس سكتوا واغلقوا فمه، قالوا ما لا تكلم وما لعبوه حتى. يعني اما اذا حبوا الشيء لأن موقف البلد مع أوكرانيا، وأنا رحت بريطانيا شايف الإعلام أوكرانيا بكل الملاعب يعني وبكل الشوارع بعد. فإحنا نشوف إن الإعلام أو البلد إذا يبي شيء خاصة إنجليزي يسلط الضوء عليه ويعرف شلون، ممكن ما أقول يلوي ذراع الحقيقة، لكن إنه يعرف شلون يلمع الصورة. اللي يشوف المقابلة يتعاطف مع زينشينكو أكيد، وهو بالأخير الإنسان، يعني مثل ما قال I'm sensitive person، أنا إنسان حساس. زينشينكو قال أي وقت ممكن أنضم للدفاع عن بلدي، يروح الجيش يعني بساعة الصفر. حتى بيرس قال في ايروني ان انت تلعب ارسنال المدافع وبلدك يعني حرب، في الموضوع فيه شوية قدر يعني. بعيد عن تشبيه رئيسهم زيلينسكي مع وينستون تشرشل مثل ما قال بيرس مورغان، لكن فعلا يعني بيرس مورغان ما قابل أوزيل، ما قال اتكلم عن معاناة الصينيين المسلمين بالصين، ما قابل مثلا محمد النني قال اتكلم شنو فيها فلسطين، ما يعطون لك الاشياء هذه الا شيء محدد بس. يعني انا مثل ما قلت ما الوم زينشينكو بالاخير لاعب بلده محتل، بلده قصدي محتلينه، ويعني ما نقدر تقول تلومه على شيء. يعني هو بالاخير يقوم الصبح يشوف الاخبار، يفكر شنو يصير ببلده، ويشوف مثلا قصص ناس ماتوا، مدن احترقت، مدن انقصفت، مدن اتدمرت، فما يلام بالاخير، هو انسان يعني قلبه على بلده اكيد. لكن مثل ما قلت اذا في شيء يعني مثلا هذا حق اوكي، في حق اقدم منه الكل تغاضى عنه وما تكلموا فيه. قبل كانوا يقولون ان لا تخلط السياسة بالرياضة والرياضة بالسياسة وكذي، انا عن نفسي كنت مصدق، والله كنت مصدق واقول صدق يعني خلاص خلي السياسة بصوب، ان يعني فلسطين لا تجيبونها بطاري كذي. لكن لما صارت الحرب الكل وقف مع اوكرانيا ودخلوها بالرياضة تناقض غريب. يعني حتى زينشينكو قال ان يعني ان هذه مو سياسة، هذا حرب، فنقدر ندخلها بالرياضة. اوكي فلسطين هذه شنو 50 سنة فوق 50 سنة تنقصف كل يوم وناس يموتون وما حد يتكلم، ما حد قال ان هذه والله يعني مو سياسة، حرب. هذه حرب واضحة، حرب على البشرية. يعني حتى اي واحد عنده ضمير وعنده قلب راح يحس فيهم. وصعب اللي يفسر مثلا يقول والله حماس وفتح وجماعات إرهابية فلسطين، لا، الناس العزل قاعد تموت، innocent يعني civilians، ناس مدنيين يموتون، أطفال، بنات، سيدات كبار، حوامل، كلهم قاعد يموتون، وإحنا قاعد نشوف القصص هذه. بس ما حد ضخم وكبر وزوم على الأشياء هذه، لأن ما يبونها، يبون جوهم بس، يبون بس القضية اللي هم يؤمنون فيها ويبونها تبرز. يعني أنا مثلا قبل سنة أوغست الماضي رحت مدينة نورتش وإبسويتش تاون أعداء، لكن شيء واحد مشترك بينهم إن رافعين علم أوكرانيا فوق. صح أنا يعني كل واحد عنده قضية يؤمن فيها، أنا مو مع أن تكون ضد أوكرانيا، بالعكس أنا مع أوكرانيا أصلا، ضد روسيا يعني محتدقة انفيشن، في اعتداء صاير. لكن إذا كنت أنت أساسا متمسك بقضية واحدة وتجهل الثانية لأسباب ما، فأنت تكون ظالم هني، أنا بس تبي قضيتك تنبرز وقضية ثانية ما حد يهتم فيها لا تتكلم عنها. لذلك في تناقض كبير جدا بالإعلام الغربي والغرب بشكل عام. لا دخل رياضة بسياسة، يوم تريك حط فلسطين وكذي عاقبوه. إحنا أي واحد يرفع علم أوكرانيا يصفقون له،
يعني بالعقل انت، يعني حتى الواحد الطفل راح يفهم ان في رغبات. لذلك احنا عايشين بعالم ظالم صراحة، عالم يعني افكاره مو ثابتة ومبادئ متغيرة. الله يعيننا، الله يعيننا.